فيديوهات وراها قصص مرعبة. الجزء السابع. في عام 2023 كان روبي جونسون جندي في سلاح الجو الأمريكي في ألمانيا مع زوجته ميلودي جونسون. عنده مهمة عسكرية بألمانيا وبعدها رح يرجعوا على أمريكا. في أحد الصباح روبي جونسون شرب قهوة ولاحظ انه في طعمة غريبة بداخل القهوة. طعمها غريب ومر. ثاني يوم صباح، ثالث يوم صباح، رابع يوم صباح، نفس الحكاية. طعم القهوة غريبة ومرة كتير. فكان يشرب الشفة وبعدها ما يكمل القهوة. فسأل مرته انه صار لي كم يوم عم تعملي لي قهوة لكن القهوة طعمتها غريبة ومرة بشكل غير طبيعي. صارت تقول لروبي انه يمكن من الماكينة او من القهوة. روبي ما اقتنع بالحكي، حس انه في شيء عم يصير ورا ظهره وسكت عن موضوع. في 11 يوليو عام 2023 بعد ما خلص مهنته عسكرية في ألمانيا رجعوا على أمريكا. روبي جونسون بسر حط كاميرا خفية بداخل المطبخ من 11 يوليو لحد 18 يوليو وهو عم يراقبها بكاميرا خفية. شو يلي صار يا ابو الزير؟ انكشفت كانت عم تحط مادة الكلور بداخل القهوة. مادة الكلور هي المادة خطيرة كتير، يعني نهائيا ما بتنشرب، يعني بدك تقول مثل تسمم. هون روبي شو عمل؟ راح ورجاها فيديو. صارت تقول لا انا كنت عم نظف المكنة والكاسة، ما كنت عم حاول اني اقتلها. لكن بالفيديو واضح جدا انه هي بدها تحاول انها تقتل زوجها. روبي جونسون بكل هدوء راح بلغ الشرطة، اجوا الشرطة واعتقلوها. وفي مايو عام 2024 ميلودي اعترفت انه هي كانت عم تحاول تقتل زوجها. فالمحكمة حكموا عليها 3 سنوات مراقبة بدون سجن وعلاج وتقييم نفسي الزامي وممنوع تتواصل مع زوجها. وبس تقدروا تلاقوا هذا الايموجي